ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملتوا فطار ايه بقى؟ لسه برضو ما عادش افكار برضو عندكم كده زينا؟ ما عادش حسيت بقى ان احنا خلاص بقينا بنكرر الاكل بقى خلاص. هعمل كده صينيه فراخ ببطاطس، هعملها النهارده في صينيه واحده. بقى لي كام مره كده كنت بعمل الفراخ في صينيه عشان اتبلها والبطاطس في صينيه عشان اعملها برضو تتبيله. بس كنت برضو النهارده بغسل. انا متهيألي كل لما اجي اكلمكم اقول لكم كنت بغسل، ما هو ان هو يوم ويوم، يومين ويوم الغسيل، هما ما بيقعدش. هو الغسيل كده. خرطت بقى البطاطس كده حلقات، لا رفيعه ولا تخينه. بص، البطاطس اللي انا بعملها طبيخ ما بحبش اخليها رفيعه برضو. كل على فكره بتبقى رفيعه ما بتستويش، خدي بالك، ما بتبقاش حلوه معاكي. فالمتوسطه دي حلوه، حتى بتيجي تخلصي كده، بتيجي تاكليها بتاخدي القطعه بقطعتها، ما تبقاش مهريه منك، ما تبقاش مش حلوه كده. طلعت كيس طماطم اللي انا كنت بحط عليه التوابل ده، كيس طماطم من اللي انا مسبكاه بحط عليه التوابل اللي انت بتحبيها. انا بحب احط على سلطه البطاطس والفراخ دي حاجه بسيطه، ملح، فلفل مثلا، شويه قرفه. بحبش احط حاجات كتير، بحط على شويه البطاطس بس وهي على النار كده شويه زعتر، لان انا بحب احط عليها زعتر. هنا بقى حطيت معلقه سمنه واحده كده في الصينيه، ونزلت بالفراخ كده على ظهرها. اشوحها الاول، اديها تشويحه بس الاول كده قبل ما انزل عليها بالبطاطس. انت عارفه ان انا مش بحب احطها على بعضها ني في ني كده. يا اما اشوح الفراخ واحط عليها البطاطس، يا اما اعمل دي في صينيه ودي في صينيه لو انا مش عايزه اشوح، او مع مثلا ايه، عايزه اعمل كل حاجه في صينيه كده. حطيت عليها بس رشه بابريكا كده بتديها لون حلو وهي بتتشمع. ساعه ما تتشمع بس معاك كده على الناحيه التانيه، ما تقلبهاش. يعني انت لو جيت حركتيها مثلا ولقيتيها لسه ما بتتحركش، سيبيها، بتبقى لسه هي لازقه في الارضيه. بقى لسه مثلا الجلده لازقه ما فكتش، اول ما تفك وتاخد لون كده هي هتتقلب معاكي. حطيت كده حتتين فراخ. يوم ما كنت جايبه الفراخ كنت حاطه الحتتين دولت بس مع بعضهم. العيال والله مش بياكلوا كتير، يعني انا مش حاطه، مش مستخسره فيهم. هما كل واحد بياكل نسيرتين كده ولا حاجه وبيسيب الباقي، وما بياكلوش اكل بايت. فانا بعمل على قد اليوم وخلاص. يعني انا والله انا بكلمك وجوه طاسه فيها بطاطس وفيها فراخ برضو. يعني انا بكلمك دلوقتي بعد الاكل طاسه فيها بطاطس وطاسه فيها فراخ. هنا لما شوحت على الناحيتين كده بحط البطاطس حواليها كده. يعني ما بحطش البطاطس تحت والفراخ فوق، ولا الفراخ تحت والبطاطس فوق، لا. عشان لما اجي ادخلها الفرن كلها تتشمع، ما تبقاش البطاطس تحت مثلا ايه والفراخ فوقها كده كده. خلاص الفراخ مش هتنزل ميه، يعني انا مش حاطه تحت عشان الفراخ ما تنزلش عليها ميه، لا. انا قصدي كده عشان تبقى كلها متشوحه، عشان زي ما انت عارفه معايا العيال مش بيحبوا الحاجه غريبه داخله الفرن، متشمعه كده. حطيت بقى دي رشه الزعتر اللي انا بقولك عليه. حطيت كده عليها رشه زعتر دي بس كده، واجيب بقى الطماطم اللي انا كنت عاملاها كده اكملها تقليب كده، اللي عليها ملح قلنا وفلفل وشويه قرفه بس. وما حطيتش حاجه تاني. والفراخ وانا بشوحها حطيت لها رشه بابريكا، وحطيت على البطاطس شويه زعتر. نزلت بقى كده بالطماطم دي، كنت انا مزوداها طبعا ميه لان هي متسبكه. زودتها كده ميه خلاص، هغطي بقى عليها الغطا واسيبها بقى ايه، تغلي. يعني في نص بقى الغلوان كده، او قبل ما تغلي او قبل ما تستوي بحاجه بسيطه، بدخلها الفرن. ولو انت ما عندكيش وقت وعايز تكملي سواها على البوتاجاز، عادي كملي سواها على البوتاجاز وبعدين دخليها الفرن تحت الشوايه. هتاخد لون بقى وكلها تتشمع وتبقى حلو كده. خلاص بقى غطيتها، هروح اعمل بقى ايه شويه الرز. اشوحهم بقى كده. انا هعمل النهارده رز بقى ايه، حبه وحبه. رز حبه وحبه. بقالنا كذا مره بنعمل بشعريه. وكان عندي لبن امبارح بس عملت بيه مهلبيه بيضه. فما فيش بقى لبن النهارده، عملت بدل ما كنت اعملهم، هما بيحبوا الرز اللي في الفرن المدسوس ده. بس ما بقاش والله في بالي ان انا هعمل زي كل مره بقول لك، فما بكونش جايبه لبن وركناه. الحبه اللي كانوا موجودين امبارح، البت اللي كانت تعبانه، فعملت شويه مهلبيه كده ايه، ركنتهم يعني ايه. كانت هاش على فكره ان العيال وهي تعبانه بتاكلش حاجه خالص، بس حطيتها لها بقى في التلاجة عشان هي كان زورها وجعها وكده مش بتاكل اكل قد كده. فقلت يعني ايه، اي حاجه كده تبقى ايه مرنه في الاكل، وايه عملتها لها ركنتها لها في التلاجة. فقلت خلاص هعمل شويه رز حبه وحبه، بس ما تسيبوش بقى عشان ما يبقاش حبه متحمرين معاكي وحبه لا. هنا بص دخل في اصفرار كده، خلاص بقى ما ينفعش تسيبيه. هنا بقى اللون ده بقى ايه، حلو بقى كده يعني، او سنه كمان وتنزلي عليه بقى الايه، الرز تشوحيه حلو قوي. معلش انا ما كنتش واخده بالي ان ايدي مداريه على الكاميرا. هتشوح بقى خلاص كده، اللون ده بقى حلو، مش لما تنزلي عليه الرز وتشوحيه تشويحه ما يغمقش منك كمان عن كده. خلاص بقى كده حطوا عليه الرز بس شوحيه حلو. يعني حاول يكون كل رزايه كده متغلفه بالزيت. لما يتغلف بالزيت، انا كنت حاطه معلقتين زيت ومعلقتين سمنه في الاول. اما يكون متغلف كله بالزيت مش هيعجن معاكي. للبنات اللي هي لسه بادئه تطبخ او مش بتعرف تظبط الرز او كده، بدأ يكون الاول نغلي ميه وبعدين يعني نحط مثلا ايه 3 كوبايات ميه. لو احنا عاملين 3 كوبايات رز، نحط مثلا 3 كوبايات ميه يغلوا وبعدين ينزل فيهم بالرز. ده كان بيبقى سهل ان الرز يعجن. لا، الطريقه دي بقى لما بتشوحي الرز كله، كل الرزايه تبقى متغلفه بالزيت وبعدين تنزلي عليها بالميه المغليه. اهم حاجه تكون مغليه عشان ما تقعدش لسه تشرب منك الميه وهي لسه يعني هتقعد تشرب الميه وهي لسه ما غلتش. فهيعجن منك مش هيستوي، او هيبقى يعني هيعجن منك او مش هيستوي.
فاهم قصدي؟ فانت كده ايه، تحط الميه المغليه كده يا دوبك تبقى مغطيه كده زي الرز العادي الشعريه والرز الابيض عادي، ولما يغلي هتشيليه كده كده خلاص. الرز بقى كده خلاص طرح فوق، هو فوق الميه، احنا بيبقى الميه فوقها بعقله صباع كده، هتوطي عليه بقى وخلاص. انا بقى خلاص كنت انا دخلت الصينيه دي زي ما قلت لك الفرن، شوحت كده وشمعت البطاطس مع الفراخ. عايزه تسيبي فيها صوص، عايزه مش عايزه خلاص ابقي صفيه. والرز الحبه وحبه، بقول لك الرز بحبه وحبه ده ليه ريحه مختلفه، ريحه مختلفه خالص عن الرز بشعريه وعن الرز المدسوس. هو ليه ريحه لان احنا مش بنعمله كتير، فتحس ان هو ايه مختلف كده، يعني بتحسي باختلاف يومها. وظبط لهم البلح والتمر الهندي والسلطه والمخلل. ما عملتش بقى حاجه تانية. لو انت عايزه تجيبي شيبسي للعيال هاتي، مش عايزه بقى خلاص. كده الاكل ده حلو. هو انت بتعملي ليه اكتر حاجه بطاطس في الطبيخ؟ لان هو ده اكتر حاجه يعتبر العيال الاتنين بيحبوها. يعني البسله واحده بتحبها وواحده لا، الفاصوليا الخضراء واحده بتحب الفاصوليا الخضراء واحده بتحب الفاصوليا البيضاء. السبانخ ما بيرضوش ياكلوها، فهي اكتر حاجه بياكلوها البطاطس. فبقوم بستسهلها بقى وعامله البطاطس وخلاص. بقول بعد كده خلاص ما خزنش حاجه، اعمل بطاطس وخلاص. الحاجه اعملها ايامها وهي صبحه وخلاص، وغير كده ابقى اعمل بطاطس وخلاص عشان ما يغلبونيش. كان عندي كده حبه كنافه في التلاجة كده مقسماها من صاص، طلعت كده نص كيلو فرفضته كده خالص من بعضه، واحط له ايه نص كوبايه سكر. بص لازم لما تطلعيه من الفريزر هيبقى سهل خالص انك تفككيه من بعضه غير ما تبقي لسه جايباه. يعني لو انت عايز تعمله كنافه هاتها من قبلها بيوم، هاتها من قبلها بيوم حطها في الفريزر، او هاتها بدري خالص قبل ما تعمليها مثلا بكام ساعه، حطها في الفريزر. ساعه ما تمسك في بعضها تعرفي تفرفتها كده من بعضها، تبقى ايه مفرفته خالص كده. على النص كيلو ده بتحط نص كوبايه سكر ناعم قوي او بودره. النص السكر اللي هو الابيض اللي هو السنترفيش العادي ده، بس يكون الابيض خالص اللي هو حبيباته ضعيفه ده. او يا اما مش عندك ده هتحط سكر بودره. تقلبها كده مع بعضها، ان السكر ده اللي بيخلي الكنافه تلزق في بعضها، ملوش دعوه بالشربات، ملوش علاقه بالشربات. جبت بقى كده صينيه، حطيت في ارضيتها بس معلقتين اتنين سمنه كده، وعندي كوبايه سمنه ورا. هو النص كيلو بياخد كوبايه سمنه سايحه كده. هحط نصها هنا بقى في الصينيه. وانا بعمل بقى الكنافه افتكرت ان انا مش فاكره عندي باقي مكسرات ولا مش باقي عندي مكسرات. يعني انا طلعتها كده ومش فاكره. لقيت حبه جوز هند صغيرين خالص ما شاء الله، وواحدتين ثلاثه سوداني على واحدتين ثلاثه جوز هند. قلت لهم يلا بقى نصيبكم عشان انتوا ما بتحبوش المكسرات. وانا بعملها بقى افتكرت ان انا لما كنت بحط على القمر الدين وحطيت على اتنين بس، قلت انا كده كده ايه عايزه ابقى كامل اجيب مكسرات. حطيت بقى شويه الباقيين دول وخلاص. كان عندي شويه بس عليهم سكر، كنت حاشيه بيهم قطايف. يعني عندي شويه حشو كده على بعض، جوز هند وزبيب وسوداني بس معاهم سكر كمان. ما رضيتش بقى احطه في النص هنا، قلت كفايه سكر علينا كده. حطيت كده نص الكنافه في الارضيه، والنص بعد ما حطينا معلقتين سمنه نص الكنافه. وبعدين الحشوه اللي انت بتحطيها عايزه تحطيها بقى شرايح مانجا، عايزه تعملها بالقشطه، عايزه تعملها بالمكسرات كده تحطيها وتنزلي عليها برضو بالنص التاني كده. بس كده. بص الكنافه وهي نازله كلها مفرفته فرفته ازاي. جيبي بقى معلقه ووزعي بيها الكوبايه دي، عشان لما تيجي تحطي الكوبايه ما تحطش كلها منك في مكان واحد. ماشي. يعني هاتي معلقه بس كده او كبشه عندك صغيره، معلقه احسن عشان الكوبايه. وتلفي بقى ايه على على الصينيه كده على الحروف ومن الجوانب وكده. وعادي لو في حته ما جاش عليها بتاع ده سمنه، كده كده هتسيح كلها في الفرن وهتدخل جوه بعضها عادي. يعني السمنه هتسيح كلها جوه بعضها. بس انا بقولك عشان ما يجيش تصب بالكوبايه وبعدين تلاقي حبه فيهم سمنه وحته ما حطيتش فيها خالص. فاهمه قصدي؟ بس كده هنحطها بقى كده وتدخلها الفرن على الرف اللي هو الاقرب للارضيه، على درجه حراره عادي يعني 220 مثلا عادي. تولعي من تحت ووطي من فوق. يعني ولعي من تحت ووطي من فوق في الاول. لو انت فرنك بيولع تحت بس او فوق بس، ولعي تحت بس. ولما تحس ان هي ثابت من الجوانب، لازم الكنافه تسيب من الجوانب تعرفي ان هي احمرت من تحت. يبقى كده خلاص احمرت من الجوانب واحمرت من تحت. تضغطي بس عليها كده قبل ما تدخليها، او تجيبي صينيه اصغر من دي وتتك عليها. اللي انت بقى عايزه تلف كده الصينيه وتتك عليها حلو. عشان ايه؟ التتكيه دي بتخليها تمسك في بعضها كلها من جوه، ولما تستوي تسيب الجوانب من الجناب كده. لازم. بص كده كنت طلعتها، بص الجوانب ثابت ازاي من الجناب. الشربات بقى كنت عامله كوبايتين سكر عليهم كوبايتين الا ربع ميه، كوبايتين سكر عليهم كوبايتين الا ربع ميه. لو انت عايزه تقيل عن كده تقيل عن كده الشربات، خلي كوبايه ونص بس ميه. انا بحبه متوسط كده. سقيتها بقى كده خلاص، غطيتها بكيس بلاستيك بقى. وبعدين ما قطعتهاش بقى، ما كنتش لسه قطعتها وانا بكلمكم دلوقتي. بس غطاها كده بقى ولما تبرد قطعي.